بما اننا داخلين على شهر رمضان الكريم وكل سنة وانتم طيبين، وبما اننا بنتكلم هنا عن المشاريع، واكيد في شغل المشاريع والمصالح مفيش احسن من المواسم، فحبيت اشارككم احسن وافضل 10 مشاريع لموسم رمضان. وانا مش زي غيري هقولك على المشروع واسيبك تغرق مع نفسك، لا، لان ده مش طبيعي ولا نظامي. وزي ما حضرتك هتشوف، او لو كنت انت متابع قديم معانا فانت عارف او هتتاكد زي ما هتشوف في الحلقه دي، اني لما بتكلم عن مشروع فبقدر الامكان بحاول اوفر لك كل المعلومات الأساسية اللي محتاج تعرفها قبل ما تبدأ المشروع، ونفس النظام هتتبعه هنا. وهحاول أجاوبك على أهم 4 أسئلة أنت محتاج تعرفهم: إزاي تبدأ في المشروع، وتجيب بضاعته ومستلزماته من فين، وإيه الطرق اللي تعرف تبيع بيها المنتجات، وكمان هوضح لك إمتى تبدأ في المشروع وإمتى توقفه. وعشان كل مشروع ياخد حقه في الشرح والفيديو ما يكونش طويل، فأنا هقسم المشاريع دي على حلقات هينزلوا ورا بعض في سلسلة حلقات على القناة، وكمان هحطهم لك في قائمة مشاريع واحدة اللي هي غالبا دي. وبالمناسبة احنا بدأنا السلسلة وده الجزء الثاني منها، والنهاردة هنشرح مشروع حلو ومربح قوي في موسم رمضان. بس قبل ما نبدأ عايز افكرك بحاجة مهمة جدا، وهي انك تدعمنا بلايك عشان نقدر نكمل، وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل الحلقات بتاع باقي السلسلة وانت زي الباشا. وتعالى عشان نبدأ مشروع النهاردة، وهو بيع مستلزمات البيت بتاعة رمضان. ونروح لأول سؤال، وهو أبدأ فيه ازاي. لازم عشان تبدأ في المشروع ده تكون عارف مكوناته او الاصناف اللي هتشتغل فيها، ودي عبارة عن مفارش للاكل وللعزومات باشكال رمضان، وكمان اطقم العصير الكامله اللي بتتكون من شفشه وكوبايات وصينيه باشكال ورسومات رمضان المختلفه، سواء كانت ازاز او بلاستيك. وان كنت انا بفضل البلاستيك عشان ربحها حلو والهالك بتاعها قليل بعكس الازاز. وكمان معاك الدلايات والاستيكرات الفوم بتاعت اشكال رمضان. وعايز اقول لك ان الكلام ده في دخلة رمضان وفي اول رمضان بيعمل بيع انما ايه نار يا جدع. وانا عن نفسي جربت الموضوع واقول لك بامانه انه ما يتفوتش. طيب نروح للسؤال الثاني، واكيد انت دلوقتي عايز تعرف هتجيب البضاعه بتاعتك من فين. انا هقول لك على مكانين مش مكان واحد، بس الكلام ده لسكان القاهره والجيزه، فمعلش لو كنت انت من سكان المحافظات الثانيه فحاول تدور شويه وتشوف احسن وانسب واقرب تاجر جمله ليك في الموضوع ده. المكانين هما العتبه وابو النمرس، وان كنت انا بفضل ابو النمرس لان هما في النقطه دي متخصصين اكتر. طيب بما انك جديد او ما تعرفش حاجه خالص في المجال، فانا ما يهونش عليا ان اسيبك يضحك عليك في الاسعار. فلما تخلص الفيديو ده ابقى روح شوف اول تعليق هتلاقيني سايب لك فيه لينك لجروب تليجرام عليه لينكات لصفحات وجروبات تجار الجمله في الموضوع ده. ادخل وشوف بنفسك وقارن الاسعار وخد فكرة عنها، عشان لما تنزل تشتري تكون فاهم الدنيا وفاهم نظام الاسعار، وما تديش فرصة لحد انه يغلي عليك. بص مفيش احسن من كده، دلعك على الاخر اهو. نروح بقى للسؤال الثالث، وهو ايه الطرق اللي اعرف ابيع بيها المنتجات. هقول لك على طريقتين مش طريقة واحدة برضه. الميزة ان الطريقتين مختلفين عن بعض، والاهم انك تقدر تعمل الاتنين مع بعض. الاولى وهي انسب طريقة لكل المشاريع الموسمية، وهي البيع اونلاين بالطريقة وعلى المنصة اللي تعجبك، سواء بقى يوتيوب، تيك توك، فيسبوك، انستجرام او غيرهم من المنصات. وان كنت انا بفضل التيك توك. ليه؟ لان الانتشار فيها اسرع والوصول فيها للمستهلك اسهل بكتير من غيرها من المنصات. وكمان ميزه طريقه البيع اونلاين انك ممكن تصور كل المنتجات اللي قدامك في السوق وتنشرها وتعرضها عندك، او انت كمان مش محتاج تصورها اصلا، لان الجروبات اللي انا هديها لك دي هي عليها كل المنتجات ومتصوره بطريقه احترافيه. كمان انا مش عارف اعمل ايه تاني عشان اسهل لك الدنيا اكتر من كده. يلا ما تنسايش معاك بدعوة حلوة بقى. طيب بكده انت هيكون معاك كمية كبيرة في العرض وانت لسه ما دفعتش حاجة، ودي ميزة مهمة جدا على فكرة. تاني طريقة وهي الفرشة، ودي حرفيا اللي بتحرق معاك وبتعمل احلى شغل. بعد ما تشتري بضاعتك انزل وشوف اقرب واحسن سوق ليك، وانزل وشوف لك مكان فيه وافرش البضاعة وبيع. وبما اننا في موسم فالارباح فيه بتبقى عالية، فانت حاول تخلي ارباحك في المعقول وسعرك كويس عشان تحرق كل البضاعة اللي معاك في اقل وقت ممكن. طيب لو عايز نصيحة كمان من اخوك هقول لك خد دي. في مشروعنا ده مين اكتر شخص في العيلة يهمنا؟ اكيد الست. وانا هنا ما اقصدش الست دي، لا،
انا اقصد الام او البنت، وخصوصا الام. فانت يا غالي بذكاء كده حاول تشوف مدرسه ابتدائي جنبك وتفرش بضاعتك وتعرضها قريب منها او في طريق المدرسه، وتلعب على نقطه الامهات اللي بتجيب عيالها من المدرسه، وبكده هتبقى انت رحت لحد اهم زبون انت محتاجه ووفرت عليه كتير. بس حاول تهتم بنقطه العرض ولازم يكون اسلوبك كويس. طيب نروح للسؤال الرابع، امتى ابدا وامتى اوقف؟ هقول لك من غير تفكير، ابدا دلوقتي عشان تلحق الموسم من اوله. طيب هوقف امتى؟ لازم تكون مخلص كل اللي معاك على 10 رمضان بالكتير، لان بعد كده تقريبا الموسم بيكون خلص ونبدا نفكر في المشروع اللي بعده. بس ده هيكون في باقي حلقات السلسله دي، روح اتفرج عليها واختار لك مشروع او اتنين تعمل منهم مصلحه حلوه، وابقى ادعيلي. وكمان ابقى دعمنا بلايك واشتراك في القناه. سلام.